سلام أحبائي، إليكم كل ما قدمه المايسترو حكيم زياش في مباراة اليوم مع فريقه الدحيل ضد فريق سيسيليا برسم منافسات كأس الأمير. وخاجم وسجل هدفين حتى هذه اللحظة. حكيم زياش يسدد كرة والكرة تبعد من جانبين حارس المرمى، نقلة في الجهة اليمين زياش حكيم، الكرة العرضية والكرة عند حارس المرمى، نقلات، شوف تقارب الخطوط، شوف الحالة ومتعته، الكرة عند زياش يتقدم، حكيم يسدد كرة لكن الكرة أمامنا 45 دقيقة قادمة. زياش يتقدم لتنفيذ هذا الخطأ، حكيم يسدد كرة قوية لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. في اليمين عند حكيم، زياش يمر، زياش يتقدم يرسل كرة عرضية المعز والكرة عند حارس المرمى. حقق لقب البطولة سنتحدث لكن نبقى مع هذه الكرة. زياش يتقدم، حكيم يسدد كرة لكن الكرة عند حارس المرمى. رقم 11 المعز يمر الكرة، وصلت لحكيم زياش، قد تكون كرة الخامس. الله على التمريرة لكن الكرة إلى ركنية زياش، تمرير رائعة للويس البيرتو لكن الكرة المعز يرسل كرة ولونجا من جديد. هذه خطيرة جدا، هذه خطيرة، وصلت عند زياش مر، زياش يمرر لويس البيرتو، بنجامين بوريغو، زياش يمرر الكرة والتسديدة لكن القائم اليمين يبعدها لويس البيرتو. هذا كريستوف جالتي مرة الثانية، دميلسون يتقدم يمرر الكرة، وصلت عند حكيم زياش يسدد كرة. الله على هذه اللقطة، عدت ولا ما عدت؟ عبرت بكامل محيطها أم أنها لم تعبر؟ راح نشوفها حكيم زياش حبة المشماش، هذا هو النجم الكبير بلقطة وبصورة يا الله، زياش لم يسعف. تلحظ في هذه التسديدة الأخيرة في الحقيقة أنا من خلال الإعادة أراها هدف. ما رأيكم أنتم أحبائي؟